خبر جميل جدا جدا انتشر اليومين اللي فاتوا عن اكتشاف نفطي كبير جدا في طرفاية في المغرب، في الصحراء المغربية، في البحر، في ساحل البحر. اكتشاف نفطي كبير جدا أشادت به أو أعلنت عنه أولا شركة بريطانية، وأشادت به شركات النفط الكبرى. والمغرب ما شاء الله تبارك الله يستفيد من هذا الاكتشاف عبارة عن شركة بريطانية تعلن اكتشاف حقل نفط ضخم بالسواحل الجنوبية للمملكة. المسألة هنا مش بس الاكتشاف ده البداية على فكرة. وهنا يوريك حالة الهجوم اللي شنوها اليومين اللي فاتوا ورجعوا تاني، والبوليزاريو والصحراء والجمهورية الصحراوية والكلام ده، لأن كانت الجزائر طمعة في هذه الخيرات التي تعرف بوجودها، وكانوا هدفهم من كل هذه الصراعات أن يعطلوا على المغرب اكتشاف النفطي والاستفادة من النفط. وأسبانيا كانت موحولة في الموضوع ده، مع أن غباوتهم هم اكتشفوا نفط، بير نفط مشابه بمخزون مليارات البراميل، مخزون كبير جدا، ومن حقهم دلوقتي بعد نهاية النزاع وترسيم المياه الإقليمية أنهم يستخرجوا نفطهم. يعني أسبانيا مستفيدة. كان خميرة العكنانة اللي جنبنا دول هم السبب في ان يتوقف المغرب من استخدام الانتفاع بخيراته في الاقاليم الجنوبية، وهي كثيرة ما شاء الله تبارك الله، ولسه اللي جاي. كان ده الهدف، انهم يسيطروا عن طريق ديلهم المسمى البلوزاري والبطاطيش. كانوا بيدفعوا لهم الفلوس السنين دي كلها عشان يستفيدوا من ابار النفط الكبرى التي استفاد منها المغرب فقط. كشفت وسائل إعلام أسبانية أن شركة أوروبا للنفط والغاز البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز أعلنت اكتشاف حقل نفط بالسواحل الجنوبية للمملكة. وبحسب ما نقلته صحف أسبانية فإن احتياطات هذا الحقل تمتد على مساحة بحرية تقدر ب 11228 كيلو متر مربع، وتشمل سواحل طرفاية، سيدي إفني، طنطان، وتقدر بمليار طن من النفط قابل للاستخراج في ساحل أنزجان بالقرب من مدينة أجادير. تبلغ قيمة هذه الموارد حوالي 107 مليار دولار وفقا للأسعار الحالية للنفط وحسب الصحيفة الأسبانية. وتمتلك الشركة البريطانية 75% من الإنتاج المحتمل للحقل، وتعود 25% للمغرب. ده البداية. المغرب أعطى حق التنقيب، ده الموضوع بقى اللي بدأوا الهجوم بيه. المغرب بيدي البترول ببلاش ليه مش عارف شركة ايه، وبدأوا يضربوا زي المخطط الأخضر. زيت العود غلي، والمخطط الأخضر ده نقمة على الشعب. يقلب الحقيقة دائما. ليه؟ عشان يهاجم الإنجاز بيه. يعني انت تعمل الإنجاز وتفرح بيه، فلا ما تفرحش بيه، يقلبه لك فشل. انما فشلوا هو زي ويقف رئيسهم يقول لهم انتجنا بعد 60 سنه ازازه زيت. لا ده نجاح عبد المجيد، ده نجاح انك تقف 60 سنه دوله بتروليه. انجازها اللي حصل بعد 60 سنه طبله الفطور، يعني كوفيتيرو وفرماج وازازه زيت. فده انجاز، ده نجاح كبير جدا طبعا، لازم نضرب ليه الطر. انما المغرب المخطط الاخضر اتعمل فما حصلش ازمه في زيادة أسعار المنتجات الغذائية، في الجفاف، في ده ما حصلش حاجة إلا زيت العود. يعني 10% ولا 5% من الأزمة اللي كانت هتبقى مصيبة لو مش موجود المخطط الأخضر يقلبها. لا، أو زيت العود زاد. هو كده دايما. برضو نفس الحكاية البترول ونجاح المغرب في استخراج البترول قلبوه. المغرب هناك على فكرة آبار غير دي البداية، ومش بس آبار، إضافة إلى موارد أخرى كثيرة جدا وخيارات كثيرة جدا في الصحراء المغربية يستفيد منها أهل الصحراء المغربية والمغاربة عموما. البداية إن الشركة البريطانية دي بتنقب بقالها أكتر من 15 سنة، صرفت فلوس كتير في التنقيب. التنقيب ده مش ببلاش، بفلوس كتير، والمغرب ماليش فيه. أنا مش هصرف فلوس لأن عندي التزامات تانية وحاجات تانية. تعال نقب واصرف. صرف 15 سنة بيصرف، والتنقيب ده مش بيدور على بير سولدا وهيحفر بير، ده قصة كبيرة. إذا لقيت خد أنت التلات أرباع وأنا الربع، ده للبير بس مش في الكله.
فهنا حصل انهم لقوا بير مخزون كبير جدا، فقال له ماشي، انت تمن مصاريفك واستخراجك ونقلك وتكريرك وده والانفاق والبحث والتنقيب ده، خد 75%، انا اخد 25% صافيه شافيه مكافيه من صح. فده في حد ذاته نجاح حققه المغرب، والحمد لله والشكر لله. ولسه هناك ابار اخرى، بس دي هيبقى فيها كلام تاني، يعني دي مش شامله العقد للبير ده بس، البير الوحيد اللي موجود في البحر مقابل قصاد طنطان وسيدي افني وطرفايه خزان واحد. هناك خزانات اخرى كثيره تخص المغرب، واسبانيا لقت خزان في مياه اقليمها نفس ده. لذلك ده يعتبر نجاح بالنسبه للمغرب ونجاح كبير والحمد لله. 25% دول هاخد بيهم بترول ليا، استكفي ما استوردش بترول، وبالتالي يبقى عندي دعم للمصانع وللطاقه وللانتاج، دعم للبنزين والمواصلات، وده فلذلك هستفيد كتير من خير كان معطله عليا الجزائر بالصراع والصحراء البطيخيه والجمهوريه البطيخيه والصراع اللي كانت اسبانيا داخله فيه وندموا عليه. لذلك ده انجاز في حد ذاته رائع، فلا تسمعوا لصفحات قلب الانجاز الى اخفاق، في حين عنده الاخفاق يقلبه الى انجاز ويضرب بيه الطر. 60 سنه عملنا ازازه زيت، انما المغرب عمل المخطط الاخضر وعمل سدود وما هزوش المغاربه البوديزه في الجفاف، ولله الحمد والشكر، والله يكفيهم شر ده. ده فشل. ايه رايك؟ ده فشل. طب وعبد المجيد ابو مليار و300 مليون متر مكعب مياه بحر حليها وما حلهاش، والسترينات قدام الدار والماء وبوديزات الماء، ده نجاح، ده نجاح. لذلك بقول لكم الحمد لله والشكر لله وعمار يا مغرب.